هذا العلم، فيقول احنا المشهور عندنا انه علم الوقف والابتداء. تمام؟ مع انه اكو اشكاليه في انه هل يصح ان نقول عنه علم او لا يصح؟ هذا اشكاليه اخرى. طيب. يعني هو مستقل بذاته حتى نسميه علم او لا ما مستقل؟ هذا هم اشكاليه. ذول اللي اجوا وقالوا هذا علم الوقف والابتداء، اكو جماعه اخرى قالوا لا انتم مشتبهين، هذا علم الابتداء والوقف. مو هذا ابتداء ووقف. ذول اللي اشتهر الان باسمهم انه علم الوقف والابتداء، شنو دليلهم؟ الدليل الاول استنادهم الى الروايه التي امس ذكرناها على انه نقلها الجزري ونسبها الى امير المؤمنين عليه السلام على ان الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف، فقالوا الوقوف نسبه الى الوقف والابتداء. الامر الثاني قالوا، وهذه مشهوره ايضا، على انهم مباني ووحدات علم الوقف والابتداء، علم الوقف اكثر بكثير من علم الابتداء. لذلك احنا على التغليب نبني على انه شنو؟ على انه هذا مقدم على غيره. والامر الاخر الثالث، هناك من ذهب الى انه احنا بحسب الحاجه، فاول وقف هو اللي مدار الحكم عليه. ليش؟ لانه احنا في ابتداءاتنا ما عندنا بدايه سوره مو سليمه بالابتداء، فعليه من احنا ندور على وقف او ابتداء، الحكم هو لاول وقف. واقع الحال مختلف. شلون؟ اولا اذا اجينا من النقطه الاخيره، فاحنا مو بالضروره دائما نبدا في بدايات السوره. جاي تلاحظون بالمسابقات وخارج المسابقات انت تقعد ببيتك تقرا بالختمات، فممكن تبدا بمواضع اخرى غير فواتح السور. زين، هذه البدايه اللي انا راح ابدي بيها متعلقه بما سبق، لو ما متعلقه يحتاج حكم لو ما يحتاج. فاذا نفند النقطه الاخيره هنا، انه ليست البدايات على نحو الاطلاق هي سليمه، فاذا احتاج حكم مع اول ابتداء. واحيانا نحاسب القارئ اذا كان ضمن منظومه، يعني مثلا افرض اجى على مسابقه قرانيه وقرأ، لا يحاسب. ليش؟ لان اللجنه هي اللي تختار النص مو القارئ، فمن حمل اكثر من طاقته. لكن الان قلنا مثلا استاذ وائل اقرا لنا صفحتين قران، وجه بدايه متعلقه بما سبق، اقول له هذا مو قارئ، هذا مو قارئ، ما اعرف اختار. المفروض انت من تختار الابتداء الاختياري، المفروض تختار ابتداء لبدايه موضوع لا يكون متعلق بما سبق. اذا هذه النقطه. النقطه الثانيه، لو ملاحظين شلون قنعونا انه مباني الوقف اكثر من الابتداء. كراساتهم، مباحثهم، اجوا قسموا الوقف الى الاختياري والاضطراري والانتظاري والاختباري. والاختياري انطونا فرد 7-8 اقسام، والاضطراري قسموا لنا فرد مجموعه اقسام. من اجوا على الابتداء ايش كتبوا لنا بالملازم؟ كتبوا لنا الابتداء الجائز والابتداء غير الجائز. قنعني وقنعك على انه هذا مختلف عن هذا. بينما من تجي انت بالتخصص تقرا، ابدا مباني الابتداء مو اقل من الوقف بل اكثر. بالابتداء ايضا عندنا ابتداء تام، وعندنا ابتداء لازم، وعندنا ابتداء جائز، وعندنا ابتداء حسن، وعندنا ابتداء ممنوع، وعندنا ابتداء قبيح، وعندنا ابتداء اضطراري، وعندنا ابتداء اختباري. هذه كلها موجوده، كلها موجوده عندنا بتفصيل. اذا النقطه الثانيه ايضا فندناها، ومع ملاحظه انه اكو حاجه مع اول قراءه للحكم، فيكون التوجه على انه العلم يكون علم الابتداء والوقف، لا الوقف والابتداء. اما موضوع الروايه التي استند لها القوم، فهذه الروايه ان صحت فهي اشاره الى العلم لا الى المصطلح.
يعني الرواية رادت تبين أنه هذا الموضوع موضوع مهم بغض النظر عن تقديم أحدهما على الآخر، لكن راد نعطيني فكرة على أنه هذا الموضوع إذا تريد تضبط القراءة على أن القراءة تكون قراءة ترتيل سليمة، عليك أن تحسن موارد الابتداء وموارد الوقف. لذلك أهل الاختصاص من الذين فاتشوا هذا الحقل المعرفي ذهبوا باتجاه أن الابتداء مقدم على الوقف، وهو الأصل. الأصل على أن الابتداء مقدم على الوقف. هذا الموضوع الأول. الموضوع الآخر، إذا سلمنا وذهبنا باتجاه الوقف بما يسمح لنا الوقت، فلازم أنا أختار من مجموعة محاضرات محاضرة حتى تكون شاملة ونافعة إن شاء الله. فمن أجي على الوقف عندنا كم قسم؟ عندنا الاختياري اللي أنا أختاره بيدي، وعندي الاضطراري اللي أضطر إليه، هسه لعطاس، لحشرجة، لضياع ناس، لنوم غالب، لكثير من الأمور. هذا ما أحاسب عليه عادة، وأيضا له قوانين. وهذا الاختباري والانتظاري عادة في الدروس. فأهم نوع هو الاختياري. من أجي على الاختياري تلاحظون أيضا مصنف إلى مجموعة أقسام. من الأعلى رتبة اللي هو أي قسم؟ التام. التام كم قسم؟ التام عندنا قسمين، تام لازم وتام أولى. التام اللازم كم قسم به؟ 3 أقسام. هذا الوقف اللازم به 3 أقسام. باختصار، الوقف اللازم المتفق عليه، والوقف اللازم المختلف عليه، ووقف لازم نادر أو شاذ. وهذه كلها على أساس مثلا الذين في صفحة 42 بداية السطر الأول قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله. اكو علامة. يجي واحد يقول هذه العلامة غير صحيحة. شنو يصير عندنا إذا رفعنا العلامة حتى نعرف ايش اتفقنا عليه احنا وغيرنا ايش اتفقنا عليه؟ في شيء يصير عندنا الآن إذا رفعنا العلامة. خلينا نجي نقرأ الآية. تقول شنو؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ماكو علامة، شلون نقرأها؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يعني بس اللي كلم الله هو يفضل. زين، انت قارئ مرة ملتفت مرة ما ملتفت. ما ملتفت قالوا لك ابويا هذه علامة ما لها قيمة، ارفعها. ايش راح يصير عندنا؟ شنو ببالكم انتم؟ المشكلة بكلم الله. صفحة 42. لا علامة الميم قصده؟ اي علامة مين؟ موجودة عندكم ولا ما موجودة؟ موجود. اللي يصير عندنا شنو؟ الآية تقصد التفضيل على نحو الإطلاق، ما مقيدة بالأمثلة. في حالة عندنا الوقف في عقيدتنا شنو؟ الأنبياء اكو بيهم افضل واحد من الثاني لو ماكو عندنا؟ ماكو عندنا افضل من محمد صلى الله على محمد وآله. اذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض على نحو الاطلاق، اكو بيهم ناس افضل من ناس. اذا قرئت موصوله فذهب الانظار الى ان الكليم هو المفضل الاول. منو الكليم؟ موسى عليه السلام. طبعا بالمناسبة اكو فرد مسألة خلوها هذه لكم. كل ما عند الأنبياء هو عند محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا موسى كليم الله، ترى محمد هم كليم الله. لكن ما اشتهر بين الناس أن الكليم هو موسى عليه السلام. لذلك من أجل أسولف الآن أحكي وياكم، أنتم مثلا 20 نفر كلكم تقولوا الكليم هو موسى عليه السلام.
فإذ بادر إلى الذهن أن موسى هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وهو فاضل لكن ليس أفضل من محمد. اللهم صل على محمد. لذلك اتفق القوم على ضرورة العلامة في مثل هكذا مورد. مورد آخر وقف لازم مختلف عليه، مثلا في المائدة صفحة 117 إذا تريدون تراجعوا أتصور أيضا، أو في الأنعام، لا المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. أحسنتم. شوفوا لاحظ شاهد بيها هذه أيضا الأولى متفق عليها، هذه ما متفق عليها. هذه الآن راح تدورون أنتم ترجعون بعض المصاحف ما تبين بها العلامة، بها علامة قلم. ليش؟ هنا الآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. زين. رفعنا العلامة. شنو صارت المشكلة؟ أبو رسول. شنو المشكلة إذا صار إذا رفعنا العلامة؟ اقروها الآية. اقروها مرتين ما يخالف. يا أيها الذين آمنوا فعل الأمر يحمل على نحو الإطلاق. الله سبحانه وتعالى من يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا مطلق. هذا مطلق. الجماعة اللي ما قالوا بعلامة مين قالوا لا احنا مو كلهم، فقط الذين اتخذوا بعضهم أولياء بعض تحالفوا ضد المسلمين هذول ما نتخذوا، أما باقي النصارى باقي اليهود ما عندنا مشكلة وياهم. ولذلك هناك بناء لعلاقات كثيرة الآن بين المسلمين وبين اليهود على جانب وبين النصارى على جانب. نفس التطبيع لو غيره. هسه مين هذول؟ مين هذول؟ فهنا احنا في عقيدتنا يحمل على نحو الإطلاق، عند غيرنا يجزئ. فلذلك ذهب بعضهم إلى أن هذه العلامة ليست مستقرة متزلزلة، بعضهم يخلي علامة مين، بعضهم يخلي علامة مثلا قلم. النادر عندنا اثنين في سورة القلم وفي سورة آل عمران. آل عمران شنو عندنا؟ وما يعلم تأويله إلا الله. اجوا هذولا وطائفة من الوهابية قالوا أن هذا العلم فعلا هو مختص بالذات الإلهية وما عندنا كرامة لغيره. حتى في النبي يقول محمد اجى بلغ وراح، شافهم شرطي مثلا اجى ادى دور وراح ومات كما الناس. لذلك عقيدتهم اختلفت، فذهبوا باتجاه علامة ميم. فصار عندنا كم نوع؟ صار عندنا وقف لازم متفق عليه، وقف لازم مختلف عليه، وقف لازم نادر شاذ. طبعا ما راح اوسع الكلام لانه انا موضوعي وياكم اليوم هو الوقف الحسن، بس اذني بس امثله حتى شنو حتى نتحرك. القسم الثاني من الوقف التام عندنا يا نوع الكافي. الكافي قسمين بيه. القلة هذه قلة اللي تشوفوها بها قسمين. القسم الأول وهو الأقوى الذي لا نتجاوزه يكون في نهاية السور وفي نهاية الموضوعات العامة والقصص. هذا التام. هذا التام الذي يكون على نحو الأولى. وين يكون مجاله؟ نهاية السور، نهاية الموضوعات العامة أو نهاية القصص. هذا ما نتجاوزه، وإذا تجاوزناه بالمسابقات أيضا نحاسب عليه. يعني انتقلت من موضوع إلى موضوع آخر. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. اجا الأب قارئ ويريد يبرز عضلاته، يراد يفر سطر سطرين ويقرأ لي فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. الحكم يقول لي أنت هاي توصل عليها، هذا موضوع هذا موضوع آخر ما له علاقة. فهنا يقسم، هنا يقسم. هذا النوع الأول في التام. الثاني
النوع الثاني من التام اللي أيضا عليها علامة قلع وما فرقوا بها الجماعة، التي تكون مواضع لموضوعات فرعية. اكو موضوع عام، هذا الموضوع العام بمجموعة موضوعات فرعية. خلينا نعطيك مثال. في سورة يوسف عليه السلام 4-5 صفحات متصلة تبحث عن موضوع أنه يوسف عليه السلام كيف بدأ ضياعه إلى أنه استلم السيارة. لكن ضمن موضوع يوسف شوف كم موضوع فرعي أكو. افتحوا لي سورة يوسف خلينا نشوف الموضوع. سورة يوسف المباركة، لاحظوا بعد الآية 7 الموضوع بدأ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بداية موضوع جديد، تمام؟ شوف كم موضوع صار به. الموضوع الأول اللي بدأ به إذ قالوا، يعني إخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هذا بدأ موضوع أخوة يوسف. زين. قال قائل منهم بعد متعلق ولا ما متعلق نفس الموضوع. قالوا يا أبانا. هنا بدأ عندنا شنو موضوع آخر. ليش؟ لأن هم اتفقوا على أنه يوسف بعد ما يفيدهم، لكن الموضوع ويننا؟ شلون يقنعون أبوهم؟ فقالوا يا أبانا. إجا موضوع فرعي ثاني عدا الموضوع الأول. بعد هذا أرسله معنا. قال إني لا يحزنني. هذه كلها شنو؟ كلها موضوع ضمن الموضوع الفرعي. هذا كلها ضمن الموضوع الفرعي. وين راح؟ فلما ذهبوا به انتقل إلى موضوع آخر، الذهاب. هذا صار موضوع الذهاب بعد ما قنعوا يعقوب عليه السلام وصار موضوع. هذين الموضوعات الفرعية هذه أيضا تصير بها علامات قلق. لكن هذا ممكن أقرأ الموضوع الأول مع الثاني إذا يسمح نفس يقول إيه ما بإشكال. إذا تصل لا إشكال. لذلك بعضهم ذهب إلى أن العلامة المناسبة في هذا القسم الثاني جيم وليس قلق. الوقف أولى. الوقف هو أولى، لكن ما تحاسب عليه إذا عبرت. إذا هذا النوع الثاني من التام. النوع الثاني من مثلا الوقف الاختياري عندنا مثلا الجائز مستوى الطرفين. جائز مستوى الطرفين، أنا عندي مجموعة موضوعات وكل موضوع بوزن الثاني، كلهم موضوع واحد نهايتهم طلب، لكن بيناتهم كل واحد له دلالته الخاصة. 5 أصناف من الملائكة عندنا في بداية سورة النازعات، تمام؟ والنازعات غرقا صنف، والناشطات نشطا صنف آخر، تمام؟ أنت الآن النازعات غرقا شغلهم ترى مختلف عن الناشطات، هذول مختلفين عن هذول. تقراهم كلهم يصير، تقراهم متقطعين أيضا يصير، لأن كل واحد له دلالته. هنا يسموه جائز مستوى الطرفين. لا إشكال. القسم الرابع هو الحسن. هو الحسن. خلوا الحسن الآن ينقم بعدين أرجع له. القسم الخامس هو الممنوع أو اللي احنا نسميه القبيح. الممنوع القبيح أيضا بأنواع. بقبيح مبتور. مبتور شلون؟ كما يقول الحمد لله في سورة الفاتحة، في غير مورد هو صح، لكن هنا الحمد لله ينقصه رب العالمين، يسموه مبتور بس ما أذى. على سبيل المثال القبيح المبتور أمس قرينا لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا منقول. ليش منقول؟ لأن غير الحكم. غير الحكم. القبيح المحرف اللي هو أشد أنواع، إن الله لا يستحي. إن الله على الإنسان كافرين القرآن يقول، هذا يقرأ إن الله فقير ويتوقف. فهنا عندنا مبتور وعندنا منقول وعندنا محرف. هذا كله ممكن يقع أيضا في الاختيار مرة، لأنه القارئ ما عنده ثقافة وقف ممنوع، فيقرأ براحته ويسولف براحته. جنات تجري ويوم
جنات تجري من تحت الانهار. هو يجي يقرا جنات تجري. طيب. وطبعا كلمات اخرى اكبر اشد، بس هسه احنا بالقدر اللي نوضح المعنى فقط. فهذا الممنوع ايضا ممكن يقع بالاختيار لسوء الاختيار، لعدم معرفه. وطبعا يصير ادنى، ممكن يصير ادنى ايضا، يعني يصير عندنا قبيح. بس هذا لون، احنا من القبيح هذا لون، لكن ايضا يصير عندنا اخف درجات، مثلا بالناقص، بالضعيف، غير مناسب، عدول، هذا كله من القبوح، لكن اثره اقل. يعني اعطيك مثال، افتحوا لي الايه 93 في صفحه 93. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. شوفوا لاحظ، هذه الآية كم صنف من الوقف راح يصير به؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. إذا فعل واحد اللي هو فعل القتل والعياذ بالله، لكن بشع بشع عظيم عند الله. فالله كم جزاء يجعل له؟ جهنم 4 أنواع من الجزاء. 4 أنواع من الجزاء. أنا الآن قارئ أريد أقرأ في مثل هكذا آيات، مثلا كل الآية صعبة فقط. بس راح نجي على فن تقطيع الآيات الطويلة أيضا. من أريد أقرأ هيك آية صعب أقرأها كل الآية. أنا أمامي شنو؟ أمامي افتراض وأمامي اختيار. اجيت قريت ومن يقتل مؤمنا متعمدا وتوقفت. شنو حكمه؟ قال لي قبيح. ليش؟ قال انت يعني شنو؟ ما انطيني جزاء، ما انطيني. فعل الشر قريته بس جزاء ما. احنا متفقين الجمله بها اركان: فعل وفاعل، فعل وفاعل مفعول به، صفه وموصوف، عطف معطوف عليه، مستثنى من المستثنى، حال صاحب الحال، وبدل والبدل مبدل منه. هاي كلها شنو؟ جمله شرط فعل شرط. هذه كلها اركان، ويجب ان يحافظ القارئ على سلامه الاركان في القراءه. اذا تريد قراءه سليمه تحافظ على شنو؟ على سلامه الاركان. زين، الان قريت ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال لي قبيح. زين، قريت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قال شنو جزاؤه؟ هم قبيح. تمام؟ قرأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. صحيح، لأنه بالنتيجة بجهنم حتى لو مقطوع. كان ناقص. جهنم خالدا فيها. شوفوا كلمة جهنم خالدا فيها كلمة واحدة، هذه ما تتجزأ. خالدا فيها. خلي بالك. بالنتيجة بجهنم يعني حتى لو شاف هو جهنم رايح له يومين لو مدري عمره ايش قد. النتيجة فندق ومقيم هناك وهيرجع. النتيجة غير جهنم. طيب هاي وحدة. كلمة وغضب الله عليه 3 كلمات هي، بس هي كلمة واحدة لا تتجزأ. لا تتجزأ. نعم. مع ملاحظة مسألة واحدة. واحد شاف عنده شوية عضلات بالتلاوة، قام قرأ مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هنا صار شنو عندي؟ تمام. ناقص. جزاء عندي بعد ناقص، هو مو جزاء واحد، 4 أقسام من الجزاء. لكن هو شنو؟ هو ما يقدر يوصل بعد. عطف يصير. أضعف الإيمان. إيه. هذا أضعف الإيمان. اجى واحد قرا لي، شوف هذا احاز بشكل، واحد اجى قرا لي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. توقف. ما كمل الجمله. هو قرأ اطول اي بس خرب بالقطع. بس خرب شنو؟ غضب الله عليه. خرب الجزاء الثاني، الجزاء الثاني. هذا يحاسب اشد من الاول، هذا يحاسب على القبيح. ليش؟ لأنه هذا عنده فرصة أن يقف على فيها،
نعم. نعم. ما وقف ما استثمر. إضافة جملة ناقصة. فالحكم فعل شو فقط. يسوي له؟ هذا أقبح. يعطي له حسن ومنها انت يقبح. الجمله الجزء الواحد الذي لا يتجزأ انت شلون تتعامل وياه؟ اذا تحافظ على سلامه الجزء الصغير هو يحسب لك هذا في قياس الدرجه بالمسابقه، مع ملاحظه طول نفس القارئ في اعلى مقطع يقرأه. يعني انت مثلا عندك 7 آيات وقطعا راح تصعد لك الجواب جوابين، تمام؟ الحكم بالوقف والابتداء شو يسوي؟ يحسب اطول فقره عندك ايش قد؟ اكو فقره الاولى بديت بقرار 8 ثواني. قصير تقرا حتى شوف تعطي قرار. الفقره الثانيه قريت 14 ثانيه. الفقره الثالثه 20 ثانيه. الفقره الرابعه وصلت 28 ثانيه بالجواب. الخامسه نزلت 23. الاخرى 26. الى ان ختمت اخذ اعلى حد عندك وين صار عندك؟ 28. يجي من يريد يحاسبك على الوقف مالك يحاسبك على هذا الاساس، هل انت بدات هنا وكانك مضطر ام لا؟ هذا اختيار. اذا مضطر شكل يحاسبك، واذا اختيار شكل اخر يحاسبك. شيخ يعني هو انه اذا كان يعني طول النص محدد، سطر ونص مع عدم مدود اذا كان موجود. لا شوف هذا سطر ونص احنا حددناه، بس خلينا نعطيك مثال. هذا ليش حددناه؟ حددناه بشكل عام حتى انا ابين للحكم على انني بذلت جهدا او بذلت ما بوسعي من اجل الحفاظ على سلامه النص، واللي هو مو قانون. قانون شلون سوى هذا قاسوا سطر ونص؟ جاوبوا 10 قراء مثلا، هاي صارت عندنا. اقرا انت اطول نفس جيد عندك، شافوا هذا عنده 22. اقرا انت شافوا 28. اقرا انت 30. انت 32. انت 27. انت 35. خلوا حد وسط بين هذول القراء 30. من اجوا 30 ثانيه قاسوا على القراءه التجويديه اللي هو يقرا سطر ونص. فقالوا معدل سطر ونص، سطر ونص إلا كلمه، هذا يعتبر دخل حد الاضطرار بشكل عام. لكن اكو عندنا حسابات فرديه لو ماكو اكو. حسابات فرديه شلون؟ اكو عندنا قراء الان بالعراق يقرا سطرين ما عنده مشكله. صحيح. زين هو من يقدر يقرا سطرين ما عنده مشكله، ويجي يظهر لي في موضع اخر يقرا سطر وسطر وكلمتين ويتوقف على القبيح، هذا اعتبره مضطر ولا ما اعتبره مضطر؟ واضح؟ هذه الحسابات كلها تجرى في الاختبارات، يعني تلاحظ في المسابقات وهي من مصلحه القارئ طبعا. فاذا المورد الثاني على انه من القبيح يصير عندنا اوجه اخرى، ممكن اقل رتبه من القبيح نسميه ناقص، نسميه ضعيف، نسميه مثلا غير مناسب، نسميه عدول وغير ذلك. العدول طبعا هو الانتقال من اعلى رتبه الى الادنى رتبه. ملاحظه جدا مهمه خلوها ببالكم. اذا انت تعبان روح ارتاح. لا تستفيد. اصور. اذا تريد تنام ما عندي مانع خذ غسل تعال روح. غسل اجي. يعني لا تقيد نفسك انا. اي والله. فافرض انت الان عندك في القراءه وقريت سطر ونص، سطر وربع، سطر وثلاث ارباع، وتوقفت على القبيح. كان اكو قبل ما توقف بكلمتين 3 موضع للوقف الصحيح او للوقف الحسن وانت ما وقفت. عبرت. هذا بعد ما يشفع لك القبيح ابدا، يثبتك على القبيح ويخصم من عندك درجتين، حتى لو قاتل سطرين ونص. حتى لو قال سطرين ونص ما يشفع لك بعد. ليش؟ لانه انت تجاوزت حد كان يمكن لك ان تقف عليه. واضح الان؟ تجب حد النصاب سطر ونص، سطرين موجود هذا حد النصاب بالوقف. اذا انت قريت سطر ونص اظهرت للحكم على انك بذلت ما في وسعك، نعم. فيعتبرك مضطر بعد ما يحاسبك. واضح؟ على هذا الاساس. ارجع وين هسه الان؟ ارجع على المفصل اللي هو الوقف الحسن. اول شيء الوقف اللي سميناه تام، خلينا نعطيكم في القاعده، اقل انواع الوقوفات في القران الكريم كله واعلاها رتبه.
أقل شيء بالقرآن موجود هو الوقف التام، تمام. وهو الأعلى رتبة. الوقف الجائز مستوى الطرفين اللي علاقة بينه وبين اللي بعده يكون علاقة شنو؟ لفظ ومعنى. معنى كافي. معنى بمعنى أنه لا علاقة إعرابية بينهما، هو موجود لا بعدد الوقف الحسن وليس بمثلا أقل أو بأكثر بكثير من الوقف التام، لكن هو موجود أيضا بنسبة معينة. أما الوقف الحسن فهو أدنى مراتب الوقف صحة، وقد تكون بعلامة وبدون علامة. أدنى مراتب الوقف صحة، لذلك القارئ المتمكن يترك الوقف الحسن. ليش؟ لأن عموم الوقف الحسن لا يصح الابتداء من بعده. ليش؟ إذا واحد سألني نقول الوقف الحسن بمعنى وجود علاقة لفظية، علاقة إعرابية. العفو شيخ، يعني هسه احنا نقدر نقول لازم احنا نقرا قراءة تامة. إذا كتب تمام. زين هسه في سورة البقرة، بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا متعارض. يعني هاي إلى أولئك هم المفلحون. هاي كذا متعلقة؟ لا هسه راح اجي اشرح هاي لك. ست لا. هسه راح اجي اشرح لك انا سوره اخرى حتى تكون شنو واضحه بالنسبه لك. بس هسه صار عندكم واضح الوقف الحسن اكثر انواع الوقوفات ورودا واقلها رتبه، ومشكلتها انها في العموم لا يمكن ان نبتدئ من بعدها على انها ابتداء تام. ليش؟ لوجود علاقه لفظيه، واذا وجدت العلاقه اللفظيه يعني العلاقه المعنويه ايضا موجوده. مشكلتنا احنا وين بالوقف الحسن عاده؟ ثلاث مشاكل. المشكله الاولى وجود علامات شائعه خاطئه. هاي واحده. الثانيه وجود ايات طويله لا مواضع للوقف عليها مطلقا. هاي الثالثه. وجود ايضا ابتداءات اضطراريه. خلي اجي افصل الكلام بذني الثلاثه بما يسمح لي الوقت ان شاء الله، حتى بعدين انطيكم الوجوه التي يمكن بها الابتداء بعد الوقف الحسن، لان اتفقنا انه عاده الوقف الحسن ما يصح الابتداء من بعده. بس حتى اجاوب ابو رسول سوره الفاتحه كم موضوع بيها؟ كان سؤال العفش سورة البقرة. انا بدي اوضح له اجابته. نعم. سوره الفاتحه حافظين بالكتب. نعم. كم موضوع بيها سوره الفاتحه؟ 4. الحمد. هسه تقراها مو؟ نعم. هسه تقراها؟ شلون يعني هسه تباوع بيها تشوفها؟ انت ما قارئ سابقا الموضوع كم موضوع بيها فاتحه؟ لا. ما ملتفت لها؟ الموضوع الاول هو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى اللي بيه 3 آيات. تمام؟ كل آية موضوع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انتهى عند الموضوع الاول، انتهى. وعلمنا بذلك ادب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني هو موضوع الانقطاع في العباده الى الله سبحانه وتعالى، اياك نعبد واياك نستعين. والموضوع الثالث هو منهج العباده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني 3 علامات قلة موجوده في سوره الفاتحه، واحده على كلمه الدين، واحده على كلمه نستعين، واحده في نهايه السوره. تمام؟ نعم. داخلهن مثلا الايات الثلاثه الاولى شنو العلاقه بيناتهم؟ إذا قلت لك الآن أبو رسول خلي لي علامة على الحمد لله رب العالمين، لتعلق المعنى يعني. شو تخلي لي علامة؟ صلاة. بمعنى حسب القاعدة اللي يبدي بالحمد لله رب العالمين يتوقف، ويبدي لي
الرحمن الرحيم قرأ ابتداء شنو؟ إذا حسن. ناقص، ناقص. إذا ناقص، لأن بعد وقف حسن، لكن سوغوا لنا مثل هكذا ابتداءات لأنها بداية سورة، بداية آية، لأنها بداية آية فسوغوها على العموم أنها تقرأ ولا إشكال فيها، لكن في الأصل هذا الموضوع الواحد من يتقطع إلى مجموعة موضوعات وهو موضوع فرعي أساسا. العلاقة تكون شنو؟ تكون علاقة وصل أو لا. لذلك في بداية الفاتحة الأصل أننا نقرأ إلى أن نقف على كلمة الدين. هل يحاسب شيخنا؟ هل يحاسب إذا كان حسن؟ لا عادة ما نحاسب عليه. أنتم تعرفون هسه احنا كم نوع هنا موجودين؟ عندنا تركمان. لا مو هذا يشمل العلاقة. اكو مسألة في اليوم كنا قاعدين في التحكيم. نسأل الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، ابراهيم سالم ما ادري بعده طيب ما ادري. وين دولة؟ بالاردن. اي أردن؟ بس انا حشايتي على ذاك الزمن اللي ما اعرف قاعد ولا نايم. اطفى عندنا الكهرباء. اطفى عندنا الكهرباء، خليني اسولف لك. اطفى عندنا الكهرباء فظلم، احنا بالليل قاعدين نحكي ظلم كل شيء. راح ايش قال يا جماعه ترى ابراهيم سالم كل شيء ما اختلف عنده. ليش يا اخي؟ اي معنى ما استهدف القاسم. اذا سكتت انت ما سامع صوتك ايش قد صار لي؟ مصري والله جالس غير جالس. بس تخاف لا نايم وانا ما ادري يمكن لو انت ما يبين عندي. لا اذا سكت عجيب حسن. لا وين شوي. موفق ان شاء الله. الشيخ نواف ابدا بالدعوه ابدا. يلا خير. استاذ واحد لا هذا يسموه استطراد حتى بعد تتشجع احسن من ترجع بعد. المشكله مو يمك، المشكله اذا انا نسيت انا مشكله مو تمام. ها اخوي هسه احنا الان هذا صار واقع ابو رسول. نعم. اي هذا الجزء اللي يصير عندنا ضمن التام بالعنوان الحسن في الاصل انه احنا المفروض ما نوقف عليه نكمله. لكن الان سبقوا الابتداء ليش؟ لانه بدايه ايه اعتبروه وعاده ما نحاسب عليه بالمسابقه. زين نرجع على اصل موضوعنا. احنا عندنا 3 مشاكل. المشكله الاولى وجود علامات في مواضع اشتهرت لكنها غير صحيحه. افتحوا لي سوره المدثر الايه رقم 1. بس المشكله هاي لسه ما جيت تستجيب ويانا لانه مخلين عليها علامات ايش؟ سورة المدثر إذا بيكم حفاظ جزء 29 576 31 71 عباس عم متعب. شنو اسير؟ اي المدة صار مسابقة. هذا عم إيه. بعد. نص من صورة الحجر اللي هي صفحة 265. لا تطلعنا هسه بعدين ارجع لك. خلينا نكمل هذا بعدين. حتى بس حافظ كل مو. ذكرنا حتى نعرف هذا النص كان صحيح من قبل الاستاذ اللي خلاه بهذا بدايته صحيحة. شنو بدايته؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما. بدا بإذ دخلوا؟ اي ما صحيح. اي قطعا مو صحيح. اي تعدد. طيب هذا مساعدة. وانا صراحة تفاجئت على هذا الموضوع. اي هذا بداية مسابقة؟ فعلا. فاحنا ليش نستشكل احيانا على اختيارات اللجان؟ هنا المشكلة. شيخنا هذا ياخذوا اذ الظرفيه يعني ياخذون به. انا قرأت كتاب بها. كمل. قال احنا منكم موجودون. قال له شلون هذا الحكي؟ ما يصير لازم هو رد السلام يوقف بعدين وراه يرجع وانت غير لازم تنبههم. عشان ترجع لي على بداية الناس. زين ونبههم على ضيف ابراهيم كل بداية النص أحسنت. هذا حتى يكون شو اسمه. هذه ونبئهم يصير عندنا مستأنفة ما في اشكال بيها ويقدر يبدي بيها. شوفوا هذا الناس الآية رقم 31 هسه هذا المصحف مالي لكن إذا عندكم موبايلات أو مصاحف أخرى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أكو بها علامة لا تقف. نعم. أكو علامة لا وأكو بعضهم يخلون علامة صلاة أكو بعضهم بلا علامة هنا بلا علامة هنا بلا علامة. نوبل العالمين.
المورد الثاني وين خلى لي علامة لا؟ على كلمة إيمانا. وليقول الذين في العفو ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. خلى لي علامة لا ثانية، وعلامة لا ثالثة على كلمة والمؤمنون. ما في سلسلة، ما في هنا ما اصل الشكرة هاي هنا ما ما اقول لك نطلعها من ذمتنا نبيها براس القاع. شيخ يعطونا المصاحف الأخرى اكو اكو بهاي القوة. هاي 3 علامات، شو يصير؟ 3 علامات كلها غير صحيحات. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هو شنو تريد هنود؟ هم ملائكة. ويا انت ليش خليت علامة لا هنا؟ قال مو هذه اللي بعدها معطوفة عليها وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ابوي خلي علامة صلاة. ليش تخلي علامة لا؟ مو انت بتخلي لي علامة لا تنبي على أن الوقف هنا ممنوع. صح. نعم. خليني وصل أو لا؟ وأنا أساسا إذا وقفت ما يصير عندي مشكلة. هاي العلامة الأولى غير صحيحة. العلامة الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا وقف صحيح لأنه ولا يرتاب، هذا وحده ولا يرتاب عائد عليه من على الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. حتى إذا قرأت على نحو العطف من ذهب على أنها معطوفة وليست مستأنفة وهي صحيحة، فتقرأ على أنه عطف من يانو. احنا كم نوع عطف عندنا؟ 4. عطف كل على كل، عطف جزء على جزء، عطف جزء على كل، عطف كل على جزء. هنا نوع على أنه مثلا جزء على جزء، هذا عطف رافع. وعطف كل على كل فوارد عندنا ماكو اشكال بيه اصلا، ما عندنا اشكالات. لذلك مثل هكذا موارد الافضل ان يقف. ليش؟ لانه انا ما عندي قارئ يقرا لي ليستيقن الى كلمه مثلا. خلي اعطيه فرد فصحى. مو انت من تصير حكم خلي نفسك مكان القارئ. انت الان انت حكم، انت قارئ، تقدر تقرا هيك قرايه، تقدر توصل. زين انت من ما تقدر توصل ليش تحاسب غيرك؟ ليش تحاسب غيرك؟ خلي نفسك مكان قارئ. المحكم الجيد مو اللي ينقص هوايه، اللي يقدر ينطق حكم واقعي. المحكم الجيد اللي ياخذ بنظر الاعتبار القضيه مو انتقاميه، القضيه انه انت تدور عذر للقارئ الى ان ما تلقى له ولا عذر ذاك اليوم حاسبه. هذا هو الحكم الامين. ليش حتى الان الورع ضروري؟ الورع ضروري. الخلل اللي جاي يصير عندنا احنا شنو هو؟ ماكو ورع. انه نجيب خالك وعمك. وصار عندنا براس القراء اللي دفع الثمن هو القارئ. وهذا ما نجي نتطور. وهذا طبعا مو مشكله عراقيه، هذه مشكله دوليه. وحقق انا كنت في مسابقه دوليه، جابوا حكم افريقي قاعد يمي، منطينا لائحه صوت. فبدينا بالتحكيم، القارئ يقرا شو هذا، يقلب اوراق كل شيء موجود. شو دورك؟ قلت له انت جاي تسوي؟ قال هذا شنو هذا؟ قلت له هذا حط درجه عليه 15 درجه. قال يعني هو هذا يعني شنو هو صوت؟ لا صدق دولية؟ دوليه. حقق احنا قاعدين مسابقه دوليه. قلت له عمي انت محكم على شيء لائحه تعرف؟ قال والله ولا سامع به. احنا هناك عندنا نقعد قلم وورقه يقرا من 100 يعطي 96 95 شلون ترشح؟ يعني على التلاوه كلها نغمه وصوته وقواعد قال اساسا احنا نحاسب على القواعد. قلت له ها اجى ابو اللجنه، قلت له ابوي تعال هذا صاحبنا قاعد يترك كل شيء. اجى قال يا انت ما حكم صوتك؟ قال لا انا ما محكم صوت هذا. قال زين شو تعرف تحكم؟ تعرف تحكم جوده حفظ؟ قال اي. شالوا اللائحه هذه جابوا لائحه ثانيه موجوده. الله يحفظ. لا اله الا الله. قاعد وانا قاعد يمي، قارئ يقرا على المنصه وهذا يحاسب. قلت له عمي هذا مو شغلك. قال ليش؟ هذا قارئ مو حافظ، انت جهد حفظ عندك.
قلت هذا قاعد يقرا قارئ انت جودة حفظك يا عفان شنو انا شربت ما يضعف قادر يا شيخ. اسئله عوفك والله هو الشيخ ما منصة عالية والشمر. ايران قعدنا انت وين جاي قلت له وين ترى صاحبك ما له شغل ايش جاب شيء مش موجود. قال انت شو محكم سابقا؟ يا ابو اللجنه قال احنا نحكم قواعد التجويد. راح جابوا له واحد الله يستر. تعال قال هذا بعد احنا نذم اللائحه مالته بس شنو خلي ما معقول جاي قاعد هنا شنو يعد محكمين شلون جايبينه؟ فقاعد يحكم قواعد شنو التجويد. الدنيا. شو درجاته؟ فوعد درجاته 88 89 قلت له عمي هذه اللائحه مالت مكتوبه هي اعلى درجه 35 اعلى درجه 35 شو تفهم الشيخ بعد قاعد درسه وحقق اخر شيء ذنب اللائحه. قال انا ما احكم شيء انا راح احكم ورقه واكتب لكم. قلت له اكتب ورقه. قام طلع على الورقه البيضاء يكتب مثلا اسمه قاسم 13 كيد اعطاه 77 وفلان اجى ياسر اعطاه 80. الله. هذه الدوليه الوطنيه هم عندنا هيك واحسن. جريمه ما هذا الاستاذ صار يكون علاقات تاثير بالمجتمع. اي العفو الشيخ هي غير اكو مقاييس المفروض على اساس يجيبون الحكم. ترشيح. وغير شوف يا عيني بالعراق المشكله الثانيه شنو؟ اكو ايات ما لها حل لان ما بها علامات ولا بها مواقع للوقف والابتداء نهائيا. يعني مثلا الان مفضولي في نهايه سوره التوبه. قاعد فن وقالي قاعد فن وقالي شلون يعني لا هذا حتى في الميل يروح صفحه السلام بصوره الجزء العاشر 206 يمكن. 107. شوفوا لاحظوا الايه 120 صفحه 206 الايه 120 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هذا المقطع الأول إلى عن نفسه سطرين بس هذا ممكن بعض القراء يقرؤوا. مشكلة وين؟ بالمقطع الثاني من كلمة ذلك إلى كلمة صالح ماكو وقف. ماكو وقف وحتى اللي يشد الكمبريسر مال بنشرجي ما يقدر يوصل. في وصله ما يوصل. خصوصا انا اول سطر سطر انت خلاص هيك بالضبط يعني. انت اكبر مشكله بالوقف اذا عندك إيه. لان كل كلمتين يوقف. انعاج هذه الايات مثل هذه ايات هوايه عندنا. شلون القارئ يحرص على انه يقرا هيك ايات بالمسابقه والحكم ما يخصم من عنده؟ مستحيل. لا يصير. يصير. شلون يصير؟ الآيات الطويلة لا تقف عليها إلا بالاضطرار. المضطر ما يحاسب بس ابتدائي اقصد بشرط مسألتين. ربع الدرجه. الأمر الأول هسه مرات حتى ربع ما نحاسبه مرات نحاسب مرات ما نحاسبه. بس راح أقول لك شلون نحاسبه شلون ما نحاسبه. حلو. الأمر الأول أن تحرص على أن الموضع الذي وقفت عليه على أنه ممنوع قبيح لم يسبقه موضع للوقت الصحيح. هاي وحدة. لأنه إذا أكو قبلها موضع للوقت الصحيح وأنت عبرتها حتى تطلع عضلاتك بعد ما يشفع لك. تخصم قبيح تخصم. واذا ماكو تحسب ايده اذا ماكو. هاي وحدة. المسألة الثانية أن يظهر القارئ اهتمامه بأنه بذل جهدا للوصول إلى هذا الموضوع. هاي الثانية. استاذ عفوا شلون راح تميز انه انا اضطريت؟ هل لا تسبق الاحداث. المسألة الثالثة هذه مهمة خليها ببالك. قراءتك أنت 7 أسطر. قريت الآية الأولى 7 8 ثواني، الثانية 10 ثواني، الثالثة 14 ثانية، الرابعة صعد الجواب وصل 28 ثانية. الحكم شو يسوي؟ الخامسة صار 26 اللي بعده صار 14. ثبت عنده 28 ثانية طول نفسه.
من اجيت وقفت بالاضطرار شي لاحظ؟ انه هذا قرأ 28 ثانيه هنا لو ما قرأ 28 ثانيه. لا لازم. حتى يقول له هذا مضطر لو ما مضطر. لانه بعضهم يظهر الاضطرار، بل بعضهم يتصنع الاضطرار. وعندنا حتى صناعه العطسه عندنا. هسه العطسه مو من موجبات الاضطرار؟ اللي يعطس المفروض يوقف وين ما كان. لكن اكو بعض القراء يصنعوها ليش؟ لانه ايات طويله ما لها حل. فمن يعطس ينطي فرصه لنفسه انه يرجع يبدي باقرب ابتداء. هنا الحكم الذكي يعرف انه هذه العطسه كانت صناعه لو كانت اصليه. هاي درجه من هيك اخذ ويا ربع درجه يفصل بين قارئ وقارئ. انت جاي تسولف؟ انت ببالك هذول المهنيين يجون يشتركون بالدوليه هذه كلها داخل بيها. لان من يجي له نص صعب لازم يعرف شو يطلع من عنده. الفن والمهاره شيء والاداء شيء اخر. اقل خساره اطلع. نعم اطلع باقل خساره. انت عندك هنا 20 درجه حافظ عليها. حافظ عليها. بوي انت تقول لي قران، هذاك عنده مسابقه. تنافس. هذاك يعتبر مسابقه، يعتبر انه هذه اكو جائزه هنا، منو ياخذ 3 مليون واحد منو يرجع على بيته يقول له الله محمد علي وياك. يقول لك انا اخسر لي حتى لو اخسر لي في ربع نص درجه تمام. موقف الابتداء وعندي احكام ضامنها اذا احسن. مثل السعوديه 80 شده ينزل 20 شده 60. يجي عنده شنو؟ عنده التلاوه بناء هندسي. شلون؟ خطط. عنده قواعد كم درجه عليه يحسبها. الوقف اذا كم درجه يحسبها، الصوت كم درجه يحسبها، والنغم كم درجه يحسبها. يجي بعدين يسقط المشكلات اللي بالنص على هذه المبادئ. خلي اخسر مثلا انا يقول خلي اخسر نصف درجه بالوقف اذا هنا ليش؟ لان حتى ارجع اصعد نغمه هنا اغير نغمه هنا اخذ 3 درجات. اخسر نصف درجه واخذ 3 درجات لانه انا مطلوب عندي 3 مقامات. اذا قريت لنهايه النص ما اقدر اجيب النغمه الثالثه. جوابات احنا بالوقت ذا مشكلتنا شنو؟ نقول القراءة الانتقال بين الطبقات الصوتية غير مسوغ في الوقت ذا، ما أعطي عذر. الانتقال بين الأدوات النغمية بين الفنون غير مسوغ في الوقف الابتدائي. لذلك تلاحظون بعض الأخوة وصل نهاية البحث ماله هو بعد عالم شو يسوي؟ يرجع يعيد آخر مقطع مرة ثانية حتى ينزل القرار اللي انا اعتبر عندي تكرار واحاسب عليه درجه كامله احسن من عندي. وما جاب خطا. خلي بالك كان معروفه يعني كل واحد يؤدي شغل. تكرار معروف. هذا طبعا تكرار عنده 9 انواع بيها مغفوره وبيها لا. بس الوقت ما يسمح انه ادخل في هذا الموضوع، لكن فيها اقسام كثيره تكرار. تكرار جزء شكل، تكرار اسم شكل. طيب فهنا يبدي يحكم عقله على انه انا كيف اطلع بهذا النص باقل الخسائر. اكو فنون منح، اكو فنون خصم، هم ياخذ النظر الاعتباري لاحقا. شيخي بالنسبه لاخذ النفس اي هو من راح يحصل قبل وقف الابتداء؟ ليش مو اول الصوت مثلا؟ لا لانه اساسا ليش اختاروا ابو الوقف العفو وقف الابتداء؟ ليش؟ نعم طبعا قال ما يحاسب مرتين، خلي بالك نهائيا هذه وحده، مرتين ما نحاسب قال نهائيا لو لا انا اقصد الخلل يصير بالقطع لانه ياثر على المعنى اكثر من الصوت. يأثر على احكام التلاوه. على المعنى. على المعنى. معنى انقطاع. اهم شيء هو المعنى، والمعنى متاثر بالوقف الابتداء اكثر من الصوت. مع العلم القرائن الصوتيه الان احنا كلها جاي نبني على انه تنتج معاني، يعني مثلا الان النغمه تنتج معاني لو ما تنتج. مره اقرا بالاستفهام، مره بالتقرير، مره بالجمله الخبريه، مره بالتعجب، هاي كلها شنو؟ معاني، تولد معاني اخرى. يعني شيخي عفوا اذا اخذ نفس باعتبار هذا وقف صار عندك. اي صار عندك وقف، نعم صار وقف. يعني يحاسب على هذا الاساس. فاذا مثل هكذا النص شلون اطلع من عنده؟ النص شو يقول عندي؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا أنت آخر نفس إلا ينطيك شوية بوابة فسحة على أنه غيرت شنو؟
هذه الا شو تفيدنا هنا؟ استثناء. استثناء. لا ها. لا خليني اعطيك شلون تفيدني. خلي اقرا حتى يبين عندك فائده. يعني من بدايه الايه لحد اللاقه. اي لا أصلاً ما يوصل. لا ما يوصل. أعطيك أنا. اذا قريت لك الان ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. هاي لا شنو فائدتها هنا اذا يجي وقفت؟ شنو صار دلالتها؟ نافية وهذا غير مقصودة هنا. هنا شيء هنا ما يريد ينكر المشقة، هنا الله ما يريد ينكر التعب ولا ما يريد ينكر العناء، لا هو يقول اكو عناء، اكو جهود، اكو مشقة، بس هذا اللي يصادفك من الجهود والمشقة كله شنو؟ كل هذا في سبيل الله ويصير عمل صالح. لذلك القصد هنا ليس النفي. إذا قطعت الجملة انتقلت إلى أنها توحي على أنها من أدوات النفي فتغير المعنى، تغير، لأنه إذا الله قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ هذا شنو؟ وكأن الله تعهد لهم أن أنتم روحوا لا أكو جوع ولا أكو عطش ولا أكو مشقة. الله لا يخلف وعده. فهنا صار عندي شنو؟ صار عندي النص كله نص واحد مترابط. إذا أنا ما عندي حل غير أنه أميل باتجاه الاضطرار. شلون أنا الآن أبين الاضطرار حتى شنو؟ حتى الحكم ما يحاسبني. حلو. أبذل ما في وسعي بالشروط هذه اللي ذكرتها لكم. ماكو موضع للوقف قبله. بذلت كل ما بوسعي، وصلت الآن ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون، وخلص عندي النفس، ولا يطعون موطا، خلص عندي النفس. مثلا هنا الحكم يجي يلاحظ صار عنده بموازاة أطول نص اضطرار، إذا هو دخل اضطرار، بذل جهد واضح، يبذل جهد واضح، فيسمى هذا عندي اضطرار. يعني قصدك ما يحضر، هو ينتظر عنه للصف بعد الله يسر. طبعا هو التيسير يعني هذا لطف إلهي، بس إذا أكو إمكانية تستعد أنت تسوي لك تجربة مرة مرتين ثلاثة، هواي أفضل لك قبل ما تصعد وتتفاجأ بالنص. لأنه رتب بعد ما راح أبذل جهد. لا بالعكس، أنت الإنسان إذا رتبت في ترتيب معين راح يناسبني، ربما ترتيبي ما يناسبه. لا مو هذا قصدي، أنا أريد تبذل ما في وسعك، مو ترتيب على أنه تقطع هنا، مو هذا قصدي. نعم. يعني الآن أنت هذا النص لو انطيته لك الآن قلت لك روح درب وتعال اقرأ، هم ما تقدر توصل نهايته. هم ما تقدر توصل. لكن تحاول أن تصل إلى حد الاضطراب. ثلاثة؟ شنو صار؟ شيخي سألني يعني اضطريت وحققت ما في وسعي انه وصلت لهذا الابتداء، زين الابتداء الابتداء ترجع الى اول ابتداء صحيح، مو ابتداء ثاني، خلي بالك. ابتداءات عندك اثنين ثلاثة، انا وقفت على ولا يطعونه. نعم. عندي كم ابتداء؟ ارجع اقدر ابدي بداية الجملة، اقدر ابدي ولا مخمصة في سبيل الله، اقدر ابدي ولا لا، يقول لك اذا رجعت اكثر من ولا يطعون تخصم درجة لانه وصل عند تكرار بدون مسوغ. فترجع على اول ابتداء صحيح. اقرب شيء اللي بقوله واضح؟ نعم. هذه بالايات الطويله بما يسمح لنا دقيقتين ثلاثه. الوقف الحسن مشكلتنا في الابتداء من بعده. بشكل عام ما يصح الابتداء من بعد الوقف الحسن علامه صلاه الا في موارد. المورد الاول لا، عندي ايه بها علامة صلاة، وهذه علامة صلاة صايرة بعد سطر ونص أو قريب من سطر ونص، وقبلها ماكو موضع للوقف. افتحوا لي صفحة رقم 5. ايش قال؟ 5. شوفوا أول آية كلمة الأنهار بها علامة صلاة. هنا تقدر تبدي من بعدها، ليش؟ لأنه أنت ما تقدر توقف قبلها، وإذا وقفت أيضا على الأنهار ما تقدر تبدي بالأنهار ولا باللي قبلها ولا اللي قبلها، فالأفضل أن تبدأ من بعدها. هذا موضع بعلامة، نفس هالمعادلة يصير عندنا بس بدون علامة، أيضا نفس الحكم، يسمى وقف حسن بدون علامة. هذا المورد الأول والثاني.
المورد الثالث أن يكون عندك القائل الأول في الجملة الأولى مختلف عن القائل الثاني في الجملة الثالثة في الجملة الثانية، وأيضا العلامة بينهما علامة صلة. في الصفحة رقم 6 الآية في الصفحة بداية الصفحة. عفوا شيخ الدكتور، بلي بس الآية الأولى مال الصفحة رقم 5 وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، إلى كلمة الأنهار. تحتها الأنهار. أحسن، تقف على الأنهار تبدأ من بعدها كلها. هنا يصح. جميل. يصح. ترجع جنات ما يصير. لا أكيد لأن لهم جنات. ما يصير. توقف عليه؟ لا أنا واحد. وأنتوا تركتوا الوصف. جنات تجري من هو وقف تحتها على الأنهار وأن لهم جنات جاهزة. هاي أيضا هذا وقف في إشكال. الآية المثال الثاني في الصفحة اللي بعدها 6. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اللي بعده اختلف القائل، قالوا. هنا جاء الكلام على لسان الملائكة. فهنا من اختلف عندي جاز لي الابتداء بعد الوقف الحسن. الثالث والرابع الجملة أو الكلمة التي نبدأ بها بعد الوقف الحسن، يعني عندي علامة صلاة اللي راح أبدي بعدها هي نفس الكلمة اللي بديت بها من بداية الجملة الأولى. هنا أيضا يصير عندي ابتداء صحيح. مثلا وإن يمسسك الله، ويرجع يبدي وإن يمسسك، هذه وإن يمسسك الثانية تقدر تبدي بيها. أخرجنا نفس الشيء، هذه أيضا يصح الابتداء من بعدها. نقول فاصل. أحسنتم. الموضع الخامس إذا كان الابتداء بإن. 10 دقائق بقى. 10 دقائق؟ 6. لا هو الدرس خلص. إن اللي مكسورة همزتها بها شدة، أكو عندنا إن، أكو عندنا أن، أكو عندنا إن، وأكو عندنا أن. الصحيح أن تبدأ بإن مع ملاحظة مسألة واحدة. أنتم شايفين هذه إن مرة تيجي وحدها، مرة تيجي ويا عشيرة من الضمائر. إنك إنه إنها، تمام؟ اللي إن وحدها بدون ضمائر ابدأ بها بلا خوف. اللي بها ضمائر لا. ليش؟ في كل مكان شيخنا العفو؟ بشكل عام. ليش؟ خلي أجي هنا. شوف لاحظوا الآية نفسها في صفحة 6 آخر آية آخر صفحة أو آخر الصفحة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه. هذه ها علم العادة، عادة على الله، مو تمام؟ نفس السياق. فهنا تقرأ موصولة أفضل. العلامة اللي موجود بها هنا الجيم غلط طبعا، علامة صلاة صحيحة. هنا الهاء عائدة على الله في نفس الخطاب. فهنا راح يصير عندي شنو؟ الأفضل أن نقرأها موصولة. أجي على موضع آخر إن بدون أي أداة، لا كاف ولا هاء ولا غيرها. خلي نجي على مثال آخر ندور عليه. لا في ذيل الآية لا تشتبهون. لا دقيقة واحدة استطاع. في ذيل الآية إن عاد شنو ممكن بالستة هنا؟ أبو الرسول وين جاي تقرأ أنت؟ بالأخير صفحة 16. يا شيخ هذا بداية الصفحة وأكو إن. لا مو بداية. أنا إذا قفل ذيل الآية. أبو الرسول مثالك مو سليم. ما عندك أنت. شنو مثالك اللي قرأت يا أخوي؟ صفحة 12. لا ما في. لا إن الله لا يظلم الناس. مو بداية يا شباب. عفوا. يا عيوني خلوا المثال في ذيل الآية. سأطلع أي مثال. أنا ببالي هواية أمثلة لكن خلي ليش أتحول بعيد؟ واعلموا أن الله سميع عليم. إن لو أن. إن الله واسع عليم. إن. ما أدري أنا جاي أحكي عربي ولا شيخ صفحة 23 شوفوا إن الله مع الصابرين في صفحة 23 نهايتها. لا الله مع الصابرين. هذه تقرأ مفصولة. ليش؟ إن من تجي بها ضمير فهي تعود إلى أقرب متعلق، أما من تجي مجردة فهي تمثل مجموعة موضوعات، تؤكد مجموعة موضوعات سابقة كلها.
يعني هذه إن الله مع الصابرين ما متعلقة بآية يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة وحدها، لا، عائدة على اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، فتأكد موضوعات عديدة، فالأفضل أن تقرأ مفصولة لوحدها. واضح الآن؟ صفحة 146 هو صفحة 81. أي مثال تلقوه بدون 141 81 استاذ صفحة نهاية 46. وين المثال مالك؟ اللي انه سوري 81 إنه آية شو اسمه حرمت عليكم 81. اي ان الله كان غفورا رحيما. صفحة 150 هو يقول مصحف وايد، بس أنا أعطيك قاعدة. أنا أعطيك قاعدة، القاعدة إذا إن مجردة ابدأ بها ولا إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.